ほら頑張れ頑張れ。ده إيتادوري يوجي طالب في الثانوية، جسمه قوي بشكل مش طبيعي، أسرع من أي حد في مدرسته لدرجة إنه بيحطم أرقام قياسية في ألعاب القوة بسهولة. في نفس الوقت عندنا ميجومي، طالب جوجوتسو شاب بيبحث عن أداة ملعونة خطيرة جدا واللي بتكون في مدرسة يوجي، والأداة دي بتحمل طاقة ملعونة بتجذب ليها اللعنات زي المغناطيس. يوجي أصلا عضو في نادي الظواهر الغامضة في المدرسة مع 2 من صحابه بيتسلوا بالبحث عن حاجات غريبة وأسرار مخفية. مدرب اللياقة البدنية كان بيتحدى يوجي اللي بيهزمه بكل سهولة. وفي الوقت ده ميجومي بيعرف ان يوجي ليه علاقه باللعنه وان اكيد هو اللي اخد الاداه. يوجي في الوقت ده بيروح للمستشفى علشان يزور جده، الشخص الوحيد اللي فاضل له من عيلته كلها. جده بيقول له يوجي انت قوي جدا، استغل قوتك دي في مساعده الناس وما تستناش من حد شكر، وكون صداقات كتير علشان ما تكونش زيي وتموت لوحدك. بيسود الصمت في المكان. يوجي بينادي على جده اللي بيكون فارق الحياه. بيوصل ميجومي ليوجي وبيطلب منه يسلم الاداه الملعونه اللي لقاها لانها خطيره جدا، وبيوري له صورتها. بيقول له انا لقيتها، بس انت قصدك ايه بخطيره؟ بيقول له ان في ناس كتير في اليابان بتختفي وبتموت بشكل غريب، وده بسبب اللعنات اللي بتتغذى على الطاقه السلبيه للناس. مفهوم اللعنات بيكون شيء خيالي والناس مش مصدقه فيه، وإيتادوري واحد منهم. فبيقول ميجومي انا مش فارق معايا تصدق ولا لا، الاداه اللي انت لقيتها خطيره جدا لدرجه انها مصنفه من الدرجه الخاصه، سلمها قبل ما حد يتاذي. بيديها له فعلا، ولكن بيكون محتواها مش موجود، ومحتواها بيكون عباره عن اصبع اسمه اصبع سوكونا، واللي بيحمل طاقه لعنات ضخمه جدا. بيتعصب ميجومي وبيقول له فين اللي جواها، فبيقول له انها مع البنت اللي معاه في نادي الظواهر، والمصيبه انهم كانوا مقررين انهم هيفكوا التميمه عنها النهارده في المدرسه. اللعنه، صحابك هيموتوا لو عملوا كده. والاغبياء بالفعل بداوا في فك التميمه وخرجوا الاصبع. اهلا بالمصايب. ميجومي ويوجي بيجروا بسرعه على المدرسه، وفجاه بيلاحظ يوجي وجود هاله خطيره بتحاوط المدرسه. ميجومي بيقول له خليك هنا وما تتحركش. في الوقت ده اللعنات بتهاجم على اصحاب يوجي، ولكن بيوصل ميجومي وبيستخدم قوته وبيستدعي كلاب الشيطان. يوجي بيكون واقف تحت وخايف من الهاله المشؤومه اللي خارجه من المدرسه، لكنه بيفتكر كلام جده ليه انه قوي جدا ولازم يستغل قوته في مساعده الناس، فبيقرر انه يدخل. في الوقت ده ميجومي بيجري بسرعه وبيوصل لاصحاب يوجي، لكن خلاص اللعنات اتمكنت منهم. وهنا بيتدخل إيتادوري يوجي، بيدي لكمه قويه للعنه وبينقذ اصحابه. يوجي بيمسك الاصبع وبيقول له ايه ده، فبيقول له ان ده اصبع ريومين سوكونا، دي الاداه الملعونه من الدرجه الخاصه، دي معجزه انها لسه ما اتاكلتش. يوجي بيقول له هو طعمه حلو ولا ايه، فبيقول له اسكت يا غبي، بياكلوها علشان يكتسبوا قوه ملعونه اكبر، علشان كده ادهاني لانها خطيره جدا. وفجاه وهو بيديها له بتظهر لعنه من فوق يوجي. ميجومي بيبعد يوجي واللعنه بتهجم على ميجومي. اللعنه بتكون قويه جدا وميجومي مش قادر يواجهها. يوجي بيدخل علشان يساعده. ميجومي بيزعله وبيقول له انت ليه ما هربتش، انت ليه مش فاهم ان اللعنات بس هي اللي تقدر تطرد لعنات اخرى، انت مستحيل تقدر تفوز. بيقول له ده مش وقت، وانا لو سبتك هتموت وهتجيلي كوابيس بسببك. وفي الوقت ده بيقدر الوحش انه يمسك يوجي. في اللحظه دي بيفتكر كلام ميجومي عن اكتساب قوه كبيره من اللعنه لو اتاكل الاصبع، فبيقرر انه يلتهمه لاكتساب الطاقه الملعونه. ميجومي بيقول له ما تعملش كده، ولكن بيكون فات الاوان. بيقول ان الاصبع ده زي السم وكده يوجي هيموت، ولكن في فرصه في المليون. وبالفعل بيحصل يوجي على القوه وبلكمه واحده بيبيد اللعنه. ولكن اي قوه، لقد ظهر اللعنه الاخطر على مر التاريخ. وبضحكه خبيثه يعلن عن تحرره اخيرا. ملك اللعنه سوكونا يتحدث. يا لها من حقبه مذهله، الناس في كل مكان كالديدان، ستكون هناك مجزره. ميجومي بيقول فرصه في المليون واسوأ نتيجه، اللعنه الخاصه اتجسدت، ولكن بتحصل المفاجاه. يوجي بيقول لسوكونا انت فاكر نفسك بتعمل ايه في جسمي؟ سوكونا مش مصدق ان بشري قادر يسيطر عليه. ميجومي بيقول إيتادوري يوجي انت ما بقتش بشري، ووفقا لقانون الجوجوتسو انا هطردك بصفتك لعنه. يوجي بيقول له استنى انا إيتادوري. ميجومي مش قادر يحدد مين اللي بيتكلم معاه، يوجي ولا اللعنه. وهنا بيظهر عم الناس جوجو ساتورو معلم ميجومي. بيقول له ها لقيت اللعنه؟ يوجي بيقول له حضرتك انا اسف بس انا كلتها. جوجو بيتفحص يوجي وبيعرف ان فعلا اللعنه اندمجت معاه. بيقول له تقدر تبدل مع سوكونا؟ فبيقول له اقدر. فبيقول له جوجو بدل معاه لمده 10 ثواني وبعد كده ارجع تاني. يوجي بيكون خايف عليه. بيرد عليه جوجو وبيقول له ما تقلقش فانا الاقوى. بيتحول إيتادوري لسوكونا اللي بيهجم على جوجو. وبص الفخامه، يخرب بيت جمدان اهلك.
بيتقاتل جوجو مع سكنة المتحمس للقتال. جوجو سريع وقوي جدا، بيهجم سكنة عليه بلكمة بتدمر المبنى. جوجو بيبتسم وبيقول له وقتك انتهى. وهنا بيرجع يوجي يسيطر على جسده. سكنة مش مصدق ان قوته انكبحت تاني، وبيسأل مين إيتادوري يوجي ده. حتى جوجو منبهر انه بيقدر يسيطر عليه، وبيروح عنده بيخليه يفقد الوعي. وبيقول لميجومي لو سكنة ما كانش مسيطر عليه لما يصحى فممكن يكون عنده الامكانية علشان يكون وعاء. بيفوق إيتادوري وهو مقيد في غرفة مليئة بالاختام. بيقول له جوجو انه اتحكم عليه بالاعدام لكنه قدر انه يعلق الحكم ده. بيخرج اصبع تاني وبيقول له ان ده نفس اللي انت اكلته. مجموعهم 20، وال20 دول اصابع الايد بس، لان سكنة عنده 4 اذرع واحنا معانا 6 صوابع من ال20، والصوابع دي مستحيل تدمرها لان لعنتها قوية جدا. وهنا بيجي دورك. لو مت اللعنة اللي جواك بتموت هي كمان. الرؤساء جبناء جدا وعايزينك تموت حالا، لكن ده هيكون خسارة لان مفيش ضمان ان يتولد وعاء تاني يتحمل قوة سكنة. فانت قدامك حل من الاتنين، يا تموت دلوقتي يا تموت بعد ما تاكل كل اجزاء سكنة. بعد كده بيروح المستشفى علشان يزور صاحبه اللي اتنفخ من اللعنة، ولما بيشوف حالته بيتكلم مع جوجو عن الاذى اللي بتسببه اللعنات للناس، ومع كلام جده انه يساعد الناس بيوافق انه يكون الوعاء. بيديله جوجو الاصبع التاني علشان يبلعه. بيجهز جوجو نفسه لاي خطر لكنه بيكون بخير، بس طعم الصباع مقرف. بيضحك جوجو وبيتاكد ان يوجي بيقدر يتحكم في نفسه، وبيقول ان دي موهبة ما ظهرتش من 1000 سنة. ودلوقتي هيروحوا لثانوية جوجوتسو واللي ما فيهاش غير 3 تلاميذ في السنة الاولى ويوجي واحد منهم. بيروحوا المدرسة وجوجو بيقول له هنروح علشان نقابل المدير. في الوقت ده بيقدر سكنة انه يتكلم من جسد يوجي، وبيقول لجوجو انت اول حد هقتله بعد ما سيطر على جسد الواد ده. جوجو بيقول له انا شرف ليا ان سكنة بنفسه بيستهدفني. يوجي بيقول له هو مشهور للدرجة دي؟ فبيقول له جوجو ريو من سكنة، اسطورة خيالية عنده 4 اذرع ووجهين لكن اصله بشري. قبل 1000 سنة في عصر الجوجوتسو الذهبي مستعمرين الجوجوتسو استخدموا كل قوتهم وتحدوه لكنهم فشلوا. انه ملك اللعنات بدون اي شك. فبيقول له يوجي مين اللي اقوى بينكم؟ بيقول له لو سكنة استعاد قوته بالكامل فممكن ده يستنزفني. يوجي بيقول له يعني انت هتخسر؟ فبيرد عليه الفخم بكلمة واحدة هفوز. بعد كده بيروحوا للمدير اللي بيعمل اختبار ليوجي وبينجح فيه. بعد كده بيروحوا علشان يستقبلوا الطالبة الثالثة في السنة الاولى واللي اسمها نوبرا. يوجي بيسأل ميجومي ليه عدد الطلاب قليل بالشكل ده؟ فبيقول له مش اي حد يقدر يشوف اللعنات او يقتلها، لازم يكون عنده موهبة خاصة اسمها الطاقة الملعونة، ودي حاجة نادرة جدا بين البشر. بعد كده بيقابلوا نوبرا وبيعمل جوجو اختبار سريع ليوجي والنوبرا. بياخدهم لمكان فيه لعنة وبيطلب منهم تطهير المكان ده من اللعنة. وعلشان يوجي ما بيقدرش لسه يستخدم الجوجوتسو بيديله سلاح مشبع بالطاقة الملعونة، وبيطلب منه ما يخرجش سكنة علشان ممكن يكون خطر على الناس اللي في المنطقة. بيدخل الاثنين ونوبرا بتدور على اللعنة فوق وهو بيدور تحت. بتهجم عليه لعنة فجأة لكن رد فعله خرافي وبيقدر يتصدى للهجوم وبيهجم على اللعنة. بيشرح فيها وبعد كده بيديلها الضربة القاضية. بنرجع لنوبرا اللي بتلاقي لعنة متخفية في هيئة دمية، فبتطلع الأداة بتاعتها وبتقتلهم بيها. بيكون في ولد خايف ومستخبي في المكان فبتقول له تعالى ما تخافش، ولكن بتيجي لعنة من وراه وبتاخده كرهينة. بتفهم ان اللعنة دي ذكية وبتقرر انها تسيب سلاحها، لكن اللعنة ما بتسيبش الولد. في الوقت ده بيدمر يوجي الجدار وبيقطع ايد اللعنة اللي بتحاول انها تهرب، لكن نوبرا بتستخدم قدراتها وبتخلص عليها. بعد كده بتقول ليوجي انت بتاكل ايه يالا؟ انت ازاي عملت كده في الجدار بلكمة واحدة؟ وبتشكره انه انقذها. بعد كده بياخدهم جوجو علشان ياكلوا. في الوقت ده بتظهر لعنة محتمل انها من الدرجة الخاصة. بيروح اصحابنا هناك علشان يعرفوا ايه الوضع. بيشرح لهم المساعد اللي اسمه ايجاتشي الوضع وبيقول لهم ان احتمال يكون في لعنة من الدرجة الخاصة. بيسأل يوجي عن معنى الدرجة الخاصة، فبيشرح ايجاتشي وبيقول ان اللعنات مكونة من 4 درجات، والاخطر بينهم هي الدرجة الخاصة اللي ممكن تجاريها بس باقوى القنابل. في العادة مستعملين الجوجوتسو الاقوياء من الدرجة الاولى زي جوجو هم اللي بيواجهوا اللعنات دي، ولكن جوجو في مهمة تانية دلوقتي. بيقول ايجاتشي انه للاسف دائما بنعاني من نقص في الافراد، وعلشان كده هنديكم مهمة تفوق قدراتكم. وبيطلب منهم مهما حصل انهم ما يتقاتلوش مع اللعنة. لو واجهتكم اللعنة الخاصة اهربوا والا هتموتوا، ومهمتكم هي انقاذ الناجين فقط. بيحط ايجاتشي حجاب على المكان بعد دخول اصدقائنا، ومهمته انه يمنع الناس الموجودين في المكان انهم يشوفوا مستخدمين الجوجوتسو. اول ما بيدخلوا المكان بيكون شكله غريب وعالي جدا، والمفروض انه مكون من طابقين فقط، ولكن بنعرف ان ده اسمه المجال الغريزي، والمتسبب فيه هو اللعنة من الدرجة الخاصة. بيدخلوا المكان وبيبداوا انهم يدوروا على اي حد من الناجين، ولكنهم بيتفاجئوا بوجود جثث الضحايا. وفجأة بتنسحب نوبرا تحت الارض وبتظهر اللعنة من الدرجة الخاصة. مش قادرين يتحركوا من مكانهم من الرعب. يوجي بيقاوم وبيحاول يضرب اللعنة، ولكن فجأة ايده بتطير. مفيش حل تاني سوى سكنة، لكنه بيرفض انه يسمع كلام يوجي. بيقول له انت ليك مطلق الحرية انك تخرجني، لكني هخلص على اصحابك الاول. فبيقول يوجي لميجومي يهرب هو ونوبرا، ولما يخرجوا يديله اشارة ووقتها هيخرج
سوكونا علشان ما يقتلهمش. ميجومي بيرفض كلام يوجي لكنه بيصر وبيقول له ارجوك اسمع كلامي، وبالفعل بيهرب ميجومي. يوجي بيفكر ازاي يوقف اللعنه، وقبل ما يكمل تفكير بيلاقي لكمه قويه بتلزقه في الجدار ووراها اللكمه التانيه، ويوجي مش عارف يدافع عن نفسه. اللعنه الخاصه بتكون قويه بشكل مجنون. بيحاول انه يصد الهجوم التالت بايده اللي بتتآكل من قوه الهجوم. الالم فظيع واليأس والخوف بيسيطروا عليه. بيقول انا اتغريت بنفسي، انا ضعيف جدا. بيبكي وبيقول انا مش عايز اموت دلوقتي. فبيفتكر كلام جده ليه وبيحاول يوقف نفسه والغضب بيتملكه. وهنا بيقدر انه يستخدم الطاقه الملعونه في قبضته وبيحاول انه يهجم بكل قوته على اللعنه، لكن ده مش كافي نهائي. ولكن الامل بيتجدد باشاره ميجومي علشان يخرج يوجي سوكونا. واول ما بيخرج اللعنه بتترعب منه. بيكون مش عايز يقتل اللعنه وبيفكر انه يستخدمها علشان يأذي يوجي، لكن اللعنه بتغلط الغلط الاكبر وبتهجم عليه. في الوقت ده بيشفي ايد يوجي اللي انقطعت بالغلط وبيقول للعنه انت عايزه تموتي في مكان ولادتك. بتحاول اللعنه تقاوم، وهنا بيقول جملته الشهيره ほら頑張れ頑張れ وبيقول لها تخيلي ان انا وانتي مصنفين لعنه خاصه زي بعض، خليني اوريك الجوجوتسو الحقيقي. 領域展開福間水 بيفعل سوكونا توسيع المجال وبيشرح اللعنه القطع وبيستخرج الاصبع اللي اكلته اللعنه. بعد كده بيقول ليوجي انه خلاص ويقدر يخرج، والمصيبه ان يوجي ما بيردش وشكل الضرر اللي اخده اثر عليه. حلو قوي، تخلصنا من لعنه لياتي الالعن منها وشكله ناوي على خراب. ميجومي قلقان على يوجي وفجاه بيظهر سوكونا من وراه. بيقول له ما تخافش انا في مزاج حلو دلوقتي ومش هاذيك، تعالى نتكلم شويه. صاحبك دلوقتي بيعاني علشان يرجع، لكنها مساله وقت وهيرجع تاني وانا لقيت الحل. بيضرب ايده جوه صدره وبيخرج القلب وبيقول انه هياخد يوجي كرهينه. انا لعنه واقدر اعيش من غير القلب، لكن هو مش هيقدر، ولو بدل معايا هيموت. وكمان بياكل الاصبع التالت علشان يأمن نفسه وبيقول انا دلوقتي حر وجه الوقت علشان اقتلك. بيهجم عليه ولكن سوكونا بيتسلى عليه. ميجومي مش عارف يتحرك وسوكونا سريع وقوي جدا. بيقول له انت ليه هربت وقتها؟ انت كده بتضيع موهبتك. ميجومي مش فاهم هو بيتكلم عن ايه. سوكونا بيقول له انت كده بتهدر موهبتك وحياتك على حد ما يستاهلش. فبيكلم ميجومي يوجي وبيقول انا ما كانش عندي سبب منطقي ان انقذك، حتى لو كان الوضع خطير انا مش هتحمل ان شخص صالح زيك يموت، لكن مش مهم، انا ما ندمتش ابدا ان انقذتك. في الوقت ده بيقدر يوجي انه يرجع تاني، ولكن بينتهي الامر. بيتاسف لميجومي وبيقع على الارض. خلاص إيتادوري يوجي مات. جوجو بيكون في المشرحه مع يوجي وبيقول ان ده اكيد كان مقصود من الرؤساء واستغلوا غيابي واللعنه الخاصه علشان يخلصوا على يوجي، وشكلي هقتل الرؤساء كلهم. بتدخل الدكتوره المسؤوله عن تشريح يوجي وبتقول انا اول مره اشوفك عاطفي كده، انت شكلك اعجبت بيه. في الوقت ده بيكون ميجومي ونوبرا قاعدين مع بعض وزعلانين على يوجي. بيجي طلاب من السنه الثانيه وبيعرضوا عليهم يشاركوا في مسابقه من مدرسه ثانيه اسمها كيوتو، هيواجهوا فيها مستعملين جوجوتسو من المدرسه دي. هتشاركوا ولا عشان صاحبكم لسه ميت مش هتشاركوا؟ فبيقولوا انهم هيشاركوا علشان يكونوا اقوى وما يضيعوش الفرصه اللي اداها لهم يوجي. في الوقت ده بيكون في مجموعه من اللعنات في مطعم ومعاهم شخص اسمه جيتو، وعندهم هدف وهو ختم جوجو ساتورو اقوى مستعمل جوجوتسو وضم سوكونا اللي هو يوجي. ودول شرطين علشان يقدروا يهزموا مستعملين الجوجوتسو، ومفيش غير طريقه واحده لختم جوجو وهي تقنيه اسمها حيز السجن. بنعرف ان اللعنه دي قوتها من 8 الى 9 اصابع وفجاه بيحرق كل اللي في المطعم، وبيقول لجيتو اديني حيز السجن وانا هقتل جوجو ساتورو. بنكتشف ان يوجي لسه حي وبيتكلم مع سوكونا. يوجي بيكون فاكر انه مات وده الجحيم، وبيبدا يتقاتل مع سوكونا اللي بيهزقه وبيقول له ده مش الجحيم ده مجالي الغريزي، بمعنى اننا لسه ما متناش، ولو قبلت شروطي هصلح قلبك وهنرجع انا وانت للحياه. بيقول له انت بتتكلم بغرور وانت مش عايز تموت انت كمان. بيقول سوكونا الوضع اتغير وفي حاجه مثيره للاهتمام هقدر اشوفها في المستقبل. انا عندي شرطين علشان نرجع تاني للحياه. الشرط الاول لما اقول تمديد هتديني جسمك لمده دقيقه واحده، والتاني هتنسى الوعد ده وفي خلال الدقيقه دي مش هقتل او اصيب اي حد. بيقول له يوجي اكيد مش هصدقك. فبيقول له سوكونا ده عقد ولو اخلفته انا اللي هموت. يوجي بيقول له قومني طيب هوافق على شروطك، واول ما بيقوم بيديله لكمه في وشه وبيقول له انا مش عارف انت ناوي على ايه بس انا مش همشي ورا كلامك، رجعني دلوقتي من غير شروط. فبيقول له خلاص ايه رايك لو اتحديتك دلوقتي، لو هزمتني هرجعك من غير شروط. يوجي بيقول كلمه موافق والكلمه اللي بعدها ما كملتش غير وراسه مقسومه نصين. في الوقت ده بيكون جوجو زعلان على يوجي وبيقول انه كان من ضمن 3 اشخاص عندهم الامكانيه انهم
انهم يوصلوا لمستواه. وفجأة بيرجع يوجي للحياة من تاني. جوجو بيفرح وبيقول له اهلا بعودتك، وبيطلب من الطبيبة انها تخلي موت يوجي زي ما هو، ما تقولش لحد انه رجع تاني للحياة، علشان يديله وقت يكتسب فيه القوة قبل ما حد يستهدفه تاني. بعد كده بياخد يوجي المكان مغلق علشان يبدأ تدريبه. يوجي بيكون عازم على انه يكون اقوى، وجوجو بيعجب من اصرار يوجي وبيقول له انت اقوى من الباقيين في القتال القريب، علشان كده لازم تتعلم التحكم في الطاقة الملعونة وقليل من الجوجوتسو كمان. وبيبدأ يعرفوا الفرق بين الطاقة الملعونة والتقنية الملعونة. الطاقة الملعونة شبيهة للكهرباء، زي التيار الكهربائي اللي ماشي في الاسلاك، طاقة خام ملهاش شكل او وظيفة لوحدها. التقنية الملعونة هي الاجهزة اللي بتشتغل بالكهرباء، زي الثلاجة والغسالة والميكروويف. كل جهاز بيستخدم نفس الكهرباء لكن بيعمل حاجة مختلفة. بنفس الطريقة كل شخص بيستخدم الطاقة الملعونة باسلوبه الخاص علشان يعمل تقنية مختلفة عن غيره. يوجي بيتحمس وبيقول يعني انا دلوقتي اقدر اعمل تقنيتي الخاصة؟ فبيقولوا للاسف انت مش هيكون ليك تقنية خاصة لانها بتكون معاك من يوم ولادتك، وعلشان كده 80% من قوة مستعملين الجوجوتسو بتيجي من الموهبة الفطرية. لكن جوجو بيقول لنفسه ان تقنية سوكونا هتتحفر جوه يوجي وهيقدر يستعملها. بيشجعه بيقول له انا قلت لك انك قوي جدا في القتال القريب، وباستخدام الطاقة الملعونة هتكون قوي جدا. وبيبدأ يدربه علشان يقدر يستخدم الطاقة الملعونة عن طريق مشاهدة الافلام، وبيديله دمية ملعونة معاهم لازم يضخ الطاقة الملعونة فيها باستمرار وهو بيشوف الفيلم، ولو وقف ضخ الطاقة دي هيتلسوع. هدفك الاول انك تشوف فيلم كامل من البداية للنهاية من غير ما تصحى الدمية. بعد كده بيقول له هو سوكونا اقترح شرط او عقد علشان يصلح قلبك، لكن يوجي ما بيكونش فاكر اي حاجة. بعد كده بيكون جوجو رايح علشان يقابل المدير، وفجأة بيقول للسواق ينزله هنا ويمشي هو. واول ما بيمشي بيهجم على جوجو اللعنة اللي كان في المطعم، هجوم مفاجئ، واللعنة بيفتكر انه خلص على جوجو بسهولة، بس على مين؟ بيقول ان اللعنة اقوى من سوكونا في وضعه الحالي. اللعنة ده اسمه جوجو، وبيبدأ القتال بينهم. بتستمر محاولات جوجو انه يخلص على جوجو، وكل مرة بيقول انه خلاص مات بيتفاجأ انه لسه حي، وفي النهاية بيعرف انه ما بيصيبهوش اصلا بسبب مهارة جوجو واللي اسمها اللانهائية، واللي بتخلي فيه مجال حواليه. المجال ده بيبطئ الحركة اكتر كل ما بتقرب منه. جوجو بيحس بالاهانة وبيتعصب. جوجو بيقول له انت بتتعصب ليه يالا، وبيبدأ ينفض فيه بالمعنى الحرفي. بعد كده بيستخدم تقنيته الملعونة وبيطيره بيها. وبعد كده بيروح يجيب يوجي علشان يديله درس في توسيع المجال. انت متخيل؟ راح يجيب تلميذه يديله درس على لعنة من المستوى الخاص اقوى من سوكونا الحالي. يخرب بيت الجنان. جوجو بيقول له انت جايب الواد ده درع ليك ولا ايه؟ فبيقول له درع ايه يا اسطى انت؟弱いもん。إهانة بتخلي راسه تطلع حمم بركانية من كل مكان. يوجي بيتصدم من قوة اللعنة، فبيقول له جوجو خليك جنبي ما تقلقش انت كده في امان. في الوقت ده بيستخدم اللعنة توسيع المجال. يوجي بيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، فبيشرح له جوجو عن توسيع المجال، وعلى عكس اللي شافه قبل كده ده مشبع بالطاقة الملعونة، والا كان زمانهم ماتوا كلهم في وقتها. المجال ده بيكون خارق لو كان مكتمل، بيعزز قدرات المستخدم والضربات فيه بتصيب هدفه بنسبة 100%، ومستحيل تهرب منه. طيب ايه الحل علشان تهزم المجال الخارق ده؟ الطريقة هي اطلاق مجالك الخاص، والمجال الاقوى هو اللي بيسيطر. وهنا بيستعمل جوجو توسيع المجال. 領域展開無料空所。 وترى ما هذه الفخامة يا رجل. وقبل ما جوجو يشعر بيلاقي راسه مقطوعة. جوجو بيقول له مين اللي بعتك وايه هدفكم؟ وفي اللحظة دي بتظهر لعنة تانية بتاخد جوجو وبتهرب. جيتو بيروح لمكان فيه لعنة تانية اسمها ماهيتو، ووقتها بيوصل الباقي. بيقول جيتو انهم هياخدوا وقت علشان يختموا جوجو، وميعاد ختمه هيكون 31 اكتوبر في شيبويا. ماهيتو بيقول له انا موافق وشكلها هتكون سواد. جوجو بيروح يتكلم مع مدير مدرسة كيوتو واللي بيكون واحد من الرؤساء. بيقول له انا عارف انك ليك دور كبير في قتل يوجي، وبيقول انه هاجموا 2 من اللعنات الغير مسجلين في الدرجة الخاصة، ومع كل الاحداث اللي حصلت مؤخرا القوة اللي كنتم بتحاولوا تذبحوها بقت اكبر، وشكلها هتكون خراب عليكم. بعد كده بيسيبه وبيمشي. وبعد شهر في قاعة من قاعات السينما بيلاقوا 3 طلاب من الثانوية ميتين بشكل بشع، وعلشان نعرف السبب بنروح ليوشينو اللي بيتم التنمر عليه من ال3 طلاب دول واللي معاه في المدرسة. قلبه كان مليء بالحقد والطاقة السلبية تجاه كل اللي بيكرهوه. وفي يوم بيكون في السينما وبالصدفة بيكون ال3 دول موجودين في نفس القاعة، وفجأة بيظهر ماهيتو اللي بيخلص على ال3. يوشينو بيروح وراه وبيقول له انت اللي عملت كده، وبيطلب منه انه يكون زيه. بننتقل لمسرح الجريمة مع يوجي ونانامي كينتو، واحد من مستعملين الجوجوتسو الاقوياء من الدرجة الاولى، واللي بيكون عرفوا عليه هو جوجو اللي مش هيكون مع يوجي المرة دي. بعد ما بيروحوا ورا اثار اللعنة بيلاقوا لعنتين من الدرجة الرابعة الضعيفة. نانامي بيشرح تقنيته اللي بتصنع نقطة ضعف اجبارية عند الخصم، ولما بيصيبها بيسبب ضرر قاتل ليها. اما ايتادوري فبيفتكر كلام جوجو ليه وبيبدأ يستخدم
بيستخدم طاقته الملعونه في تسديد ضربه بتسبب ضرر مرتين واسمها الضربه المتباينه. نانامي بيكتشف ان اللعنات بشر، والمختبر بياكد كلامه انهم كانوا بشر وتم التلاعب بيهم وتحويلهم للعنات. يوجي كان شايل ذنب انه قتل بشري، فبتقول له شوكو انه مش السبب وانهم ماتوا بسبب التغير من اللعنه. السبب في كل ده بقى هو ماهيتو، واللي بيكون عنده القدره على تحويل البشر للعنات. في اللي بيتحمل الطاقه الملعونه وبيتحول للعنه، وفي اللي بيموت على طول زي الثلاثه اللي في السينما. بيقول ليوشينو انه هيديله القوه اللي هو عايزها. نانامي ويوجي بيعرفوا ان يوشينو كان في السينما وقت الحادث وبيشكوا فيه. بيكلف يوجي انه يحقق في امر يوشينو، وهو اصلا عارف مكان اللعنه اللي عمل كده، لانه اصلا ساب وراه دليل علشان يستدرجهم، ونانامي عارف مكانه، لكنه مش عايز يخاطر وياخد يوجي معاه لانه لسه طفل. يوجي بالفعل بيمشي وراه وبيكون معاهم لعنه، والخطه هي اطلاق اللعنه دي. لو اتجنبها يبقى ليه علاقه باللي حصل، لكنه بيشوف اللعنه وبيعمل نفسه مش شايفها. يوجي بيمسكها فيوشينو بيتعرف عليه بسبب لبسه، لان ماهيتو قال له عنه ونصحه انه يصاحبه ويتعرف عليه. في الوقت ده بيوصل نانامي لماهيتو اللي بيقوله كويس انك مش جوجو. كده الموضوع سهل وبيبدا القتال بينهم. بيعرف نانامي ان ماهيتو ليه علاقه باللعنات اللي هجمت على جوجو. ماهيتو بيعرفه بقدرته على تحويل البشر للعنات، وبيكون مخزن معاه مجموعه من البشر اللي بيستخدمهم في القتال. نانامي بيفقد تركيزه بسبب استنجاد واحد من البشر المتحولين بيه، فبيستغل ماهيتو الفرصه وبيصيب نانامي. ماهيتو بيقول له مرتين كمان وهتتحول انت كمان. في الوقت ده بيقرر نانامي يستخدم كل قوته وبيهجم على جدار اللي بيتشبع بالطاقه الملعونه بسبب قدره نانامي. بيستغل تشتت ماهيتو وبيقطع له رجليه، وبيقول له انا هنسحب دلوقتي ولو قدرت تشفي نفسك هنلتقي مجددا. وفجاه بيسقط على ماهيتو حطام من السقف. نانامي بيكون مصاب اصابه خطيره. بيكلم جاتشي وبيقول له تعالى انت ويوجي اللي ما بيكونش معاه اصلا، لانه راح اتعرف على يوشينو، وامه بتفرح ان عنده اصدقاء وبتدعي يوجي للبيت. وبالفعل بيروحوا وبيتعشوا مع بعض. لاول مره بيحس يوشينو ان عنده صاحب بجد. ارتاح جدا ليوجي وبيعدي الوقت وخلاص يوجي لازم يمشي دلوقتي. ام يوشينو بتصحى بالليل وبتتفاجئ ان اصبع سوكونو موجود على الترابيزه، واللي بيسحب اللعنات لقوته، واللعنات دي بتخلص على ام يوشينو. ماتو بيروح له البيت وبيخرب الدنيا وبيقول له ان دي اداه ملعونه. اكيد في حد قاصد يعمل فيك كده. مين اللي هيكون بيكرهك بالشكل ده؟ طبعا الكلام ده بيتسبب في تحول يوشينو بشكل كامل. بيروح لمدرسته علشان بيكون فاكر ان شخص في مدرسته هو اللي عمل كده. بيستعمل تقنيته الملعونه اللي بتستخدم السم وبيجسد شيكيجامي زي ميجومي، ودي التقنيه اللي اداها له ماهيتو. يوجي بيروح للمكان بسرعه وبيحاول يوقفه. بيقول له ما تتدخلش انت يا مستخدم الجوجوتسو. بيحصل قتال ما بينهم وبيقدر يوشينو يحبس يوجي بتقنيته اللي ما بتنفعش مع يوجي. يوشينو مش مصدق ازاي السم مش مؤثر فيه. بيهجم عليه اكتر لكن مفيش فايده. يوجي بيحاول يوقفه وبيقول له انت ايه اللي حصل لك؟ انت ليه بتعمل كده؟ هل ده يستاهل انك تتخلى عن حياتك؟ بيقول له الناس ما عندهمش قلوب، انا ما بقتش اميز بين الصح والغلط. بيهجم على يوجي اللي بيسيب الضربه تصيبه، وبيقول له انا اسف اني ما كنتش مدرك للي انت بتمر بيه، احكي لي كل اللي حصل. بيعرف يوجي ان امه ماتت بسبب اللعنه، وبيقول له انضم للمدرسه بتاعتنا، هناك هتلاقي اصدقاء تثق فيهم، ولو كنا مع بعض هنقدر نوصل للي عمل كده في والدتك. واللي عمل كده بيظهر وبيهجم على يوجي. بيقول ليوشي انه يهرب لكنه مش فاهم حاجه وما كانش مدي اخوانا لماهيتو، اللي بيقول له انت غبي يالا، علشان كده انت هتموت دلوقتي، وبيحوله اللعنه. بيهجم على يوجي اللي بينادي على يوشي وهو مش سامعه وشغال ضرب فيه. بينادي على سوكونا باعلى صوته وبيقول له شفيه واعمل فيا اللي انت عايزه. بيرفض وبيستغل الفرصه علشان يقلل من عزيمته بكلام يكسره، وهو اصلا ما يقدرش يشفيه. الاتنين بيضحكوا على يوجي اللي بيستوعب انا فهمت، الاتنين لعنتين زي بعض. يوشينو بانفاسه الاخيره بيقول اسم يوجي وخلاص بيموت وسط ضحكات ماهيتو، واللي بيكون من البدايه عنده هدف واحد وهو سوكونا. يوجي الغضب سيطر عليه وبيدي لكمه لماهيتو اللي مصدوم ان يوجي قدر انه يصيبه باذى. خلاص يوجي اتجنن وبيقول له انا هقتلك. بيهجم على ماهيتو اللي بيفضل يغير في شكله باستمرار، وبيقدر انه يصيب يوجي بتحوله الغريب، وبيقول له انت مستحيل تهزمني، انجز وغير مع سوكونا. واول ما بيلمسه سوكونا بيقول له انت ازاي تتجرأ وتلمس روحك؟ انا هسامحك المره دي علشان احنا ضحكنا على الواد ده مع بعض، لكن مش هسمح بده مره تانية، فلتعلم مكانك ايها السفيه. وقتها يوجي بيمسكه وبيديله ضربات متتاليه، لكن فجاه بيتحول وبيجي من وراه وبيكون هيضربه، لكن نانامي بيتدخل. بيطلب من يوجي يتعاون معاه علشان يخلصوا على ماهيتو. الاتنين بيهجموا عليه في نفس الوقت. بيحاول اللعنات اللي معاه علشان يهجموا على يوجي، وبيمسك نانامي وخلاص هيخلص عليه، لكن يوجي بيتدخل وبينقذه، وبينزل الاتنين ضرب فيه، فبيستخدم توسيع المجال على نانامي. وطبعا ما خدش يوجي لانه لو لمس روحه تاني في حد هينفخه، وبكده يكون خلاص نانامي هيروح فيها، لان ماهيتو لامس روحه ويقدر يحوله في اي وقت. نانامي بيكون خلاص استسلم، ولكن ايتادوري بيدخل وبيكسر المجال اللي بيكون ضعيف من الخارج عكس الداخل. واول ما بيدخل يوجي المجال ماهيتو بيلمس روح سوكونا غصب عنه، وبكده يكون وقع في تحذير سوكونا ولمسه للمره الثانيه. سوكونا بيقول انا قلت لك مفيش فرصه تانية،
التانية وبيضربه في قلبه. يوجي بيستغل الفرصة وبيحاول يخلص عليه، لكنه بيقدر يتحول ويهرب في اللحظة الأخيرة، ويوجي بيكون جاب آخره خلاص. بعد فترة نانامي بيشكر يوجي إنه أنقذه بعد ما كان فقد الأمل. ماتو بيقول لجيتو إنهم لازم يلتزموا بخطة تجميع الأصابع وتسليمها لسوكونا، وبكده لازم نرجع الصباع اللي أخده نانامي من بيت يوشينو ووداه للمدرسة. نانامي بيكون قاعد مع جوجو بيقول إن ادى الصباع للرؤساء علشان ما يدوهوش ليوجي ياكله. جوجو بيتفق مع يوجي إنهم خلاص هيعرفوا الكل إن يوجي لسه حي وبيحضروا المفاجأة. يوجي بيكون متحمس يعرف رد فعل أصدقائه إنه لسه عايش. في الوقت ده بيكون طلاب المدرسة التانية وصلوا علشان حدث التبادل، والأقوى والأهم بينهم هو تودو. بيروح جوجو عندهم وفجأة بيظهر يوجي، ولكن الكل بيكون عادي إلا المدير اللي كانت هتجيله جلطة لما عرف إنه لسه عايش. جوجو بيقول أنا كنت خايف تموت من الصدمة. نوبرا بتقول ليوجي والدموع في عينيها مش عايز تقول حاجة، فبيقول لها أنا آسف إني خبيت عليكم إني عايش، وهو محبط إن المفاجأة باظت. وبيعلن المدير إن المسابقة هتقام على مدار يومين. اليوم الأول معركة جماعية عبارة عن سباق بين المدرستين على مين اللي هيطرد لعنة من الدرجة التانية الأول، وهيكون في المكان لعنات من الدرجة التالتة وأقل علشان يشتتوهم. لو اليوم خلص ومحدش عارف يقتل اللعنة من الدرجة التانية هيفوز تلقائيا الفريق اللي قتل لعنات أكتر. بيروح كل فريق علشان يحطوا خطتهم. بيسألوا يوجي انت ايه قوتك، فبيرد ميجومي بيقول انا معرفش هو كان بيعمل ايه من ساعة ما مات، ولكن لو تقاتل مع الكل من المدرستين مع بعض من غير طاقة ملعونة فهو اللي هيفوز. فبيقرروا ان يوجي هو اللي هيتكفل بتودو اقوى واحد من المدرسة التانية. في المدرسة التانية العجوز بيدوهم الخطة، انا مش فارق معايا اي حاجة خلصوا على اي تدوري يوجي. الوحيد اللي بيرفض اتباع الاوامر هو تودو. جوجو بيقول ان في خاين وسطهم، وبيطلب من المعلمة دي من مدرسة كيوتو انها تحقق في الموضوع. بتبدأ المسابقة وبينفذوا الخطة ويوجي بيواجه تودو اللي بيتصدم من صلابة يوجي، ولكن دي البداية. بعدها على طول تودو بيسدد لكمة خارقة ليوجي بيرزعه في الشجرة، وبيحول وش يوجي الجزامة لحد ما بيفتكر انه كده خلاص انتهى، لكنه بيتصدم من يوجي اللي بيقول له هتعمل ايه دلوقتي لو بقيت اغبى بسبب ضربك ده. فبيقول له ما تقلقش الرجالة الاغبياء بيكونوا مثاليين. وهنا بيسأله سؤال ما يخرجش غير من المنحرف الياباني، مش هينفع نقوله لاننا قناة صديقة للأسرة. بيعجبه رد يوجي على السؤال لدرجة انه بيتخيل حياتهم مع بعض كأصدقاء مقربين في المدرسة، وبيبكي من كتر ما الإجابة عجبته. وكمان بيقول له انت اعز صديق ليا، ماي بيست فريندو. في الوقت ده بيقرر المجموعة تنفيذ تعليمات المدير علشان يقتلوا يوجي، ولكن فجأة يوجي بيتبدل مكانه مع واحد منهم ومحدش فاهم دي تقنية مين. تودو بيقول لهم مش قلت لكم لو اتدخلتم انا هقتلكم، ابعدوا من هنا والا هتموتوا. بيقول له هنمشي بس لازم تقتله، فبيقول له ده بيعتمد على صديقي يوجي. بيهجموا على بعض تاني وتودو معجب بصلابة يوجي وقوته، وبيقول ان يوجي قوته الخام اكبر من قوتي، لكن عنده مشكلة كبيرة وهي الطاقة الملعونة اللي بيستخدمها بتأخير زمني. في مستواك ده عمرك ما هتهزمني، انت موافق تكون ضعيف بالشكل ده؟ فبيقول له اكيد لا. يوجي بيهجم على تودو اللي بيقول انه بيتطور اكتر مع الوقت، لكن فجأة بيوقف تقنية يوجي بدماغه وبيقول له ان التقنية دي ممكن تنفع مع الضعفاء بس، ولكن مش هتنفع ضد اللعنات من الدرجة الخاصة. انا عايزك تحس بالطاقة الملعونة جوه جسمك، خليها تتحرك فيك بحرية، اتحكم فيها بطلاقة كأنها جزء منك، لازم تكون طبيعية زي التنفس اللي بتتنفسه، والا عمرك ما هتقدر توصل لمستوى اعلى. يوجي بيشكره وبيبدأ فعلا يستخدم الطاقة الملعونة في جسمه بالكامل. بيكون في قتالات مختلفة بين الطلاب من المدرستين. الخلاصة من القتالات دي اننا بنعرف ان باندا عبارة عن دمية ملعونة اتربى على ايد مدير مدرسة طوكيو، وعنده 3 تحولات رهيبة قوية بيستخدمها لتدمير خصمه. ماكي مجنونة في استخدام الأسلحة الملعونة، لكنها ما بتعرفش تستخدم الطاقة الملعونة، وعندها مشكلة مع أختها اللي بتكون غيرانة منها بسبب مهارتها الغير طبيعية، رغم انها ما بتستخدمش الطاقة الملعونة واختها بتستخدم الطاقة الملعونة. نروح بقى للحدث الأهم. ماكي وهو ماشي بيشعر بطاقة ملعونة كبيرة جدا. بنعرف ان العجوز كان مخطط يقتل يوجي عن طريق لعنة من الدرجة الأولى ومدربها على ريحة دم يوجي، ولكن بنكتشف انها ماتت بسبب اللعنة الخاصة. في الوقت ده بيكون ماهيتو وصل علشان ينفذوا خطتهم وياخدوا صوابع سوكونا. بيعملوا حاجز على المكان، مهمته الوحيدة هو منع جوجو من الدخول للمكان، ولكن باقي المعلمين بيقدروا يدخلوا عادي. ميجومي والطالب التاني بيتقاتلوا مع بعض، وفجأة بيجي انوماكي وبيقول لهم اهربوا. هانامي بيهجم عليهم في الوقت ده. انوماكي بيحاول يوقفه بكلامه الملعون، ولكن هانامي بيكون قوي جدا. بيحاولوا يهجموا عليه بكل الطرق ولكن من غير اي فايدة. انوماكي حنجرته بتتضرر بسبب استخدامه الكتير للكلام الملعون. ماكي بتوصل هي كمان وبتهجم على هانامي، بتطلع سلاح ملعون من الدرجة الخاصة. بنعرف ان حتى الاسلحة الملعونة بتتقسم ل4 درجات، والسلاح ده من الدرجة الخاصة الملعونة. بتهجم بيه على هانامي اللي بيطير بعيد من قوة الضربة، وبتروح وراه هي وميجومي وبيستمروا في القتال، ولكن هانامي بيصيب ميجومي بتقنيته واللي بتخرج براعم من جسمه بتتغذى على طاقته الملعونة، ولو استمر في استخدام الطاقة الملعونة هتنتشر جذورها اكتر في جسمه. ماكي بتهجم لكنها بتتمسك هي كمان. ميجومي ما بيكونش قدامه حل تاني غير استخدام الطاقة الملعونة مهما حصل، لكن فجأة بيتدخل الابطال يوجي وتودو. بيجي باندا هو كمان. تودو بيديله مايك
مياكي وبيقول لهم اخرجوا من الحاجز، هو معمول علشان يمنع جوجو بس، لكن احنا نقدر ندخل ونخرج منه. تودو بيقول ليوجي انا مش هتحرك من مكاني قبل ما تستخدم الوميض الاسود. يوجي بيكتشف ان اللعنه بتتكلم هي كمان، فبيقول له هو انت ليك علاقه بماهيتو؟ بيرد وهيحصل ايه يعني لو كنت منهم. بيتعصب يوجي وبيهجم على هانامي بسرعه رهيبه، بيحاول انه يستخدم الوميض الاسود لكنه بيفشل. بيهجم عليه هانامي فبيتفادى ضربته، فبيجي تودو وبيضربه وبيقول له الغضب محفز مهم، ولكن العكس صحيح كمان، لان الغضب ممكن يخل بطاقتك الملعونه. اكبح غضبك. ايه هو بقى الوميض الاسود ده؟ تشوه في الفضاء بينتج من صدمه الطاقه الملعونه، بتحصل في خلال جزء من تريليون ثانيه من الضربه، بيقدر بسببه يسدد 2.5 ضعف قوه الضربه العاديه. مفيش حد من مستعملين الجوجوتسو يقدر يستخدم الوميض الاسود باستمرار. في الوقت ده يوجي بيدخل في حاله تركيز رهيبه، بيقدر بعدها بضربه قويه انه يستخدم الوميض الاسود. تودو بيقوله دلوقتي انت عارف شعور الطاقه الملعونه، قبل كده كنت بترمي الطاقه الملعونه بعشوائيه، لكن بعد استخدام الوميض الاسود بقيت في مستوى مختلف تماما، انت ممكن تكون اقوى. ودلوقتي جه الوقت علشان نبدا الطبخ. هانامي بيقول لهم خلاص انا هتعامل معاكم بجديه من دلوقتي، وبيهجم عليهم بتقنيه نطاقها بيكون عالي جدا. بيحاولوا يوصلوا ليه لكنه بيلغي التقنيه وبيقعوا من مكان عالي. بيستغل هانامي الفرصه وبيهجم عليهم، لكن بيكون في تفاهم رهيب بينهم وبيبعدوا عن الهجوم. هانامي بيبدا يستمتع بالقتال لاول مره. بيهجموا عليه تاني لكنه بيمسك تودو وبيرميه على اشواك من الخشب، ولكن قبل ما يلبس فيها بنتفاجئ ان هانامي اخد مكانه وهو اللي اتصاب منها. ايوه دي تقنيه تودو، واللي بيها قدر يبدل يوجي قبل كده. بيستعملها عن طريق انه يسقف بايده فبيحصل التبادل. هانامي بيقدر انه يشفي نفسه لكن ده بيستهلك طاقه رهيبه. تودو ويوجي بيستغلوا الفرصه وبيبداوا هجوم متواصل على هانامي، وده باستخدام تقنيه التبادل. تناغم رهيب بيخلي هانامي مشتت، تبديل متتالي بشكل رهيب مع ضربات قويه بتخترق جسم هانامي. التسقيف لوحده جننه لانه مش عارف هيبدل مع مين. وفي النهايه بيتجبر يوجي وبيدي لهانامي الضربه الثانيه من الوميض الاسود، اللي بالمناسبه صعب جدا على اغلب مستعملين الجوجوتسو انهم يستعملوه مرتين ورا بعض في نفس اليوم. نانامي بيقول ان رقمه القياسي هو 4، ولكن يوجي بيتجبر اكتر وبيسدد 3 ضربات متتاليه من الوميض الاسود، يعني مجموعهم في اليوم كده 4 ضربات. بيتجبر اكتر وبيتخطى رقم نانامي القياسي بضربه خامسه قويه جدا. هانامي بيهجم عليهم بالبراعم اللي بتسحب الطاقه الملعونه، لكن تودو بيتصدى ليها بالغاء الطاقه الملعونه اصلا. بعد كده بيستخدم السلاح الملعون وبيهجم على هانامي اللي جاب اخره خلاص، وبيستخدم تقنيه بتسحب طاقه النباتات وبيحولها لطاقه ملعونه، وباستخدام الزهره دي بينتج طاقه جباره بيستخدم بعدها توسيع المجال. ولكن هنا بيظهر اللي كانوا خايفين منه، انه جوجو ساتورو اللي بيوقف هانامي من استعمال توسيع المجال. هانامي بيقول ان دي حدوده ومش هيقدر يعمل اكتر من كده، وجوجو بيبدا يخلص على الدخلاء واحد ورا التاني. المسافه بينه وبين هانامي كبيره ومش عايزه يهرب، فبيستخدم تقنيه جباره بيدمج فيها تقنيه التضخم الملعونه ازرق وعكس التقنيه الملعونه احمر، واللي بتكون البنفسجي، واللي بتسبب قوه جباره بيطلقها باتجاه هانامي. تودو بيقول ليوجي اياك تتحرك والا هتروح فيها. تقنيه بتدمر كل شيء في طريقها وبتوصل لهانامي اللي بيحاول يهرب. هانامي بيكون اتصاب بشده ولكنه قدر يهرب في اللحظه الاخيره، ولكن الهدف الرئيسي اتحقق واخدوا اصابع السكنه، وفوق ده بياخدوا اغراض ملعونه من الدرجه الخاصه. المعلمين بيعملوا اجتماع وبيتفقوا انهم هيخلوا الواقعه دي سريه وما بيقولوش لحد على اللي حصل. بيعرفوا من الشخص اللي هزمه جوجو انهم هجموا على المكان بسبب اتفاق بينه وبين راهب صغير بشعر ابيض. جوجو مش فاهم هم اخدوا الصوابع ليه، هل خايفين من ازدياد قوه يوجي بالصوابع دي ولا في حاجه تانية؟ بيتفقوا انهم هيكملوا حدث التبادل بمباراه بيسبول بتفوز فيها مدرسه طوكيو. بعد كده بتيجي مهمه لاصدقائنا وهي تحقيق في موت 3 شباب ماتوا قدام ابواب بيوتهم، والثلاثه كانوا بيدرسوا في نفس المدرسه وهم صغيرين، والمدرسه بتطلع نفس مدرسه ميجومي وهو صغير. ولما بيحققوا في الموضوع بيكتشفوا انه ممكن يكون السبب في جسر ملعون كانوا راحوا عنده الثلاثه وهم صغيرين وفقدوا الوعي هناك، ولما فاقوا ما كانوش فاكرين اي حاجه. بنعرف من واحده ان اخت ميجومي هي كمان راحت المكان ده وهي صغيره واتصابت بلعنه. ميجومي ما كانش عارف ان ده هو سبب اللعنه اللي عندها، فبيقرر انه هيروح هناك ويخلص على اللعنه دي قبل ما تقتل اخته. في الوقت ده مهتو بياكل واحده من الادوات الملعونه اللي سرقها من المدرسه لواحد من البشر، وبيأمره هو وباقي اللعنات يجيبوا له باقي صوابع سكنه. في الوقت ده بيكون وصل ميجومي للجسر، بيلاقي فعلا اللعنه وكمان بتظهر اللعنه اللي صنعها ماهيتو. يوجي بيهجم عليها ونوبرا وميجومي بيهجموا على لعنات بتظهر من الارض، ولكن فجاه بتنسحب نوبرا للمره الثانيه، وبنعرف ان اللعنه اللي سحبتها هي اخو اللعنه اللي بتقاتل يوجي. بتروح هي كمان ورا نوبرا ويوجي بيروح وراهم هو كمان. في الوقت ده بتهجم لعنه من الدرجه الخاصه شبيهه للي قابلوها قبل كده، وهي دي اللي معاها اصبع سكنه. بتهجم على ميجومي اللي بيكون مش قادر يسد قصادها، بيفتكر كلام سكنه وهو بيقول له انت كده بتضيع موهبتك، وفجاه بيستخدم قوه
رهيبه بتخليه يقدر يستخدم المجال الغريزي واللي اسمه حديقه ظل الكاميرا. المجال ما بيكونش كامل لكنه قوي كبدايه، وباستخدامه بيقدر انه يخلص على اللعنه وياخد صباع سكنة، لكنه بيفقد الوعي، وسكنة بيكون فرحان لسبب ما ان ميجومي استعمل قوته. في الوقت ده بيكون يوجي ونوبرا بيتقاتلوا مع الاخوين اللي بيسببوا لهم اصابات بالغه، وتقنيتهم بتستخدم الدم اللي بيفضل مرتبط بهدفه لحد ما يتعفن. نوبرا بتستخدم تقنيتها واللي بتحتاج جزء من الهدف علشان تقدر تصيبه، وطالما ان دمهم معاها فبتستخدم التقنيه على نفسها وبتقدر انها تصيبهم. إيتادوري بيستغل الفرصه وبيهجم عليهم لانه متاثرش بالتقنيه، لان السم واللعنات الشبيهه مش بتاثر عليه بسبب قوه سكنة. بيقدر انه يقطع دراعه ونوبرا بتخلص على الاخ التاني. في الوقت ده بتكون في عربيه معديه فبيستغل الفرصه وبيهرب فيها. بنعرف منه ان عنده اخ اكبر منهم اللي كان قايل لهم خلي بالكم من بعض، وكان زعلان انه هيرجع من غير اخوه. إيتادوري صعب عليه الموضوع هو كمان، وقرر هو ونوبرا يودوه عند اخوه علشان ما يرجعش زعلان. في الوقت ده اخوهم الكبير كان قاعد مع ماهيتو وجيتو، وفجاه بيتعصب لانه عارف ان اخواته ماتوا. ماهيتو بيعرف ان السبب هما مجموعه يوجي فبيضحك ضحكه خبيثه. بينتقل المشهد لاصحابنا وهم رايحين لميجومي. ميجومي بيقول ليوجي خلي الاصبع معاك لان انت اللي معاك طاقه اكبر دلوقتي، واول ما بيمسك الاصبع سكنة بيبلعه. بعد كده بيرجعوا للاكاديميه والكل بيكون متفاجئين ان كل واحد من اصدقائنا هزموا لعنه من الدرجه الخاصه، وبيبداوا يتمرنوا علشان يكونوا اقوى وما يتخلفوش عنهم. جوجو بيكون بيتباهى بنفسه وبيقول ده اكيد حصل لاني معلم رائع. بيتم ترشيح اصدقائنا علشان يكونوا مستعملين جوجوتسو من الدرجه الاولى، وما خفي كان اعظم. الموسم الثاني اللي بالمناسبه انا لسه ما اتفرجتش عليه بسبب الكآبه اللي سمعتها عنه هيكون اقوى واقوى. والسؤال هنا، هل نعمل الفيلم اللي مهم جدا ولا نعمله سكيب ونلخص على طول الموسم الثاني؟ ما تنساش تكتب رايك في التعليقات. وبس كده، تحيه من اخوك رضوان، سلام عليكم.